صباح الفل. كل واحد فينا عنده ميزة ربنا خصه بيها، ودي بنسميها الميزة التنافسية، اللي الواحد في التنافس في الحياة بيستغل هذه الميزة إنه يبقى أحسن من غيره ومتميز عن غيره في المجال اللي هو عايز يبقى فيه. طب هل الميزة التنافسية دي نقدر نتعلمها، ولا دي بس من خلقة ربنا أو موهبة من عند ربنا؟ الميزة التنافسية دي حاجتين، الحاجة الأولانية موهبة، والحاجة التانية شطارة. إيه بقى الفرق بين الموهبة والشطارة؟ الموهبة دي حاجة ربنا خص كل واحد بيها، اللي بيعرف يرسم، اللي بيعرف يلعب موسيقى، اللي بيعرف يذاكر، اللي بيعرف يحفظ كويس. ما كل حاجة دي موهبة من عند ربنا. حاجات كتير قوي في حياتنا هي تعتبر مواهب، والميزة التنافسية هي أحد المواهب. بس الميزة التنافسية هي شقين بين الموهبة والشطارة. طب اتكلمنا عن الموهبة، دي حاجة ربنا بيخلقها في البني آدم. طب ايه هي الشطارة؟ الشطارة هي الحاجة اللي الواحد بيتعلمها وبيعملها وبيتقنها وبيطورها في نفسه وفي حياته. يعني ايه؟ يعني في فنان رسام بيعرف يرسم بالموهبة، بيرسم بورتريه، بيرسم منظر طبيعي. وفي واحد يقدر يتعلم الرسم ويبقى حاجة اسمها مؤدي لعملية الرسم، اللي هو بيعمل ديزاين الكوبري، ما هو ده رسام. في رسام بالموهبة اللي هو يبقى عنده موهبة هندسية من صغره، بس بدون تنمية هذه الموهبة والدراسة ما ينفعش انه يتقدم فيها. فهنا هنقدر نقول ايه بقى الميزة التنافسية؟ الميزة التنافسية جزء منها موهبة وجزء منها شطارة. الشطارة هي التعليم، الشطارة هي التطوير، الشطارة هي ان الواحد يبقى عارف العيوب اللي في الموهبة اللي عنده ويدرس ويطور وينمي عشان يعرف يستخدم الميزة التنافسية دي بتاعته اللي ربنا خصه بيها. وكمان ربنا خصه بعقل، والعقل ده ساعده انه ينمي هذه الميزة التنافسية عشان يقدر يوصله للنجاح المرضي ليه. طيب ايه الميزة التنافسية اللي في البني ادم؟ الميزة التنافسية اللي في البني ادم ممكن تبقى ميزة رياضية، واحد مخه شغال رياضة. في ميزة تنافسية ان الواحد يبقى بيعرف يتكلم قدام الناس. في ميزة تنافسية ان واحد يبقى بيعرف يشتغل بايديه. طيب الميزة التنافسية اما نتكلم عليها كهواية هنتكلم عليها ازاي؟ هنتكلم عليها ان الهوايات هي احد الميزات التنافسية للبني ادم. طيب هو البني ادم بيبقى فيه ميزة تنافسية واحدة؟ لا، كل بني ادم منا عنده اكتر من ميزة تنافسية وفي اكتر من مجال، واللي بيقدر يطورها اكتر هي اللي بتقدر توصله لطريق النجاح، بداية طريق النجاح في المجال ده. يعني بتلاقي واحد في الأطفال بيعرف يتكلم، بيعرف يدافع عن زمايله، بيعرف يناقش. لو طور الميزة دي فيه هيقدر يبقى محامي، هيقدر يبقى متكلم، هيقدر يبقى مبدع إنسانيا، هيقدر يبقى محكم بين الناس. التحكيم كوظيفة غير التحكيم بين الناس كمعرفة أو اجتماعيا أو عاطفيا. احنا بنتكلم في كلامنا نتكلم عن العاطفة والإنسانيات مش المهن. اوكي، فاحنا هنتكلم دلوقتي ان كل واحد عنده كذا ميزة تنافسية، لازم يبتدي يدور جوه نفسه ويعرف ايه الميزة التنافسية دي وايه النواقص اللي في الميزة دي عشان يطورها ويكبرها عشان يقدر يستغلها.
بني آدم ربنا مقسم العطايا بتاعته لكل بني آدم، ليه كمية حاجات عنده كمواهب إنسانية، اجتماعية، عملية، مخية. الإنسان أو كل مجالات الحياة عند الإنسان ربنا مديله موهبة فيها. في واحد ربنا خصه بموهبة أكتر من التاني بشوية، وفي واحد ربنا مقلل في موهبة عن التانية. بس كل إنسان لو دور جوه نفسه هيلاقي مجموعة من المواهب والقدرات الخاصة، مش قدرات خارقة، هي قدرات خاصة لكل بني آدم يقدر يطورها وينميها ويخليها ميزات تنافسية بالنسبة له. دي الموهبة. طب إيه هي الشطارة؟ الشطارة إن الواحد يعرف يدخل جوه نفسه ويبتدي ينمي الحاجات اللي هو ربنا مديها له. طيب، النجاح مرتبط بالموهبة بس ولا بالشطارة ولا بالاتنين؟ وهل ايه اللي ممكن ما يبقاش موجود وبرضه ننجح؟ هل هي الشطارة ولا هل هي الموهبة؟ من وجهة نظري لا، اللي نقدر نستغنى عنه وبرضه ننجح هي الموهبة. عشان الشطارة هي ان انت تتعلم حاجة وتعرف ازاي تعملها وازاي تعملها كويس وازاي تطورها وازاي تتابعها عشان تنجح فيها. بس لو موهبة بدون شطارة، الموهبة ممكن تنجحك مرة بالصدفة، بس ما تقدرش تمسك لك طريق النجاح وتخليك دائما على طريق النجاح. الشطارة هي اللي بتضمن لك تواجدك، ان انت تبقى على طول متواجد على طريق النجاح. هي اللي تضمن لك خطوات النجاح من خطوة للتانية. هي اللي تضمن لك ان انت تفضل تنجح وتفضل تتقدم وتفضل راضي عن نجاحك كل ما تنجح. الموهبة حلوة جميلة، بس النجاح بتاع الموهبة بس بيبقى صدفة. اللي بيدور على انه هو موهوب او بيقول على نفسه محظوظ ده اوكي ماشي، بينجح مرة، ممكن ينجح اتنين. بس ممكن واحد ما عندوش الموهبة يتعلم بشطارة وينفذ اللي هو بيعمله بس بالموهبة بتاعته، بس هو عشان عنده شطارة بيقدر يطور في الموهبة، يقدر يطور في العمل اللي هو بيعمله، يقدر ينميه وبيعرف يتابعه وبيعرف يصلح غلطاته. المرة الجاية هنتكلم على المعرفة بتاعت على أول خطوة على الإطلاق في طريق. تقول لي أنا فلان الفلاني، أنا فلان ابن فلان، أنا شهاداتي كذا، أنا مواهبي كذا، أنا إمكانياتي كذا، إمكانياتي المادية، إمكانياتي الاجتماعية، إمكانياتي العلمية. لا، مش ده نفسك. نفسك تتكون من حاجتين مهمين جدا: مميزاتك وعيوبك. ولازم الإنسان عشان يوصل للنجاح المرضي ليه ويقدر أساسا يحدد الأولويات بتاعة دائرة النجاح أو دائرة الحياة اللي هتوصلنا للنجاح، لخليط النجاح، لازم يعرف نفسه. لازم يعرف نفسه بس؟ لا، لازم يعرف نفسه ويحبها زي ما هي. يبقى لازم أعرف نفسي، عيوبي ومميزاتي، وأعرف إيه اللي مضايقني في عيوبي وإيه اللي بسطني من مميزاتي، واللي ده مضايقني في عيوبي ده عايز أغيره ولا مش عايز. ما هو ممكن يبقى حاجة مضايقاني في عيوبي أوكي، بس أنا مش عايز أغيرها، أنا مبسوط بيها كده. مضايقاني عشان الناس بتقول لي أنت بتشرب سجاير، ده عيب بالنسبة للناس. طيب، بس أنا مبسوط بالسجاير، أنا مبسوط بالعيب اللي فيا. فأنا
اللي ببقى متحكم في ايه اللي بسطني وايه اللي مضايقني من عيوبي ومن مميزاتي. ما هو ممكن واحد من مميزاته انه بيذاكر، بيحب المذاكرة، بيحب الاجتهاد، والناس اللي حواليه متضايقين من اجتهاده او متضايقين من الميزة دي. هل يبطلها عشان الناس اللي متضايقين منه؟ لا. فلازم الواحد اول حاجة يبتدي يعرف عيوبه، ويعرف هو عاجبه ايه في عيوبه ومش عاجبه ايه في عيوبه. واللي مش عاجبه في عيوبه هل هو عايز يغيره، وهل هو مش عايز يغيره؟ ما هو ممكن مش عاجباه بس مش عايز يغيره، وممكن يكون مش عاجباه بس مش عارف يغيره، وممكن مش قادر يغيره. بس هل في حاجة اسمها مش قادر أو مش عارف؟ لا. نقف عند النقطة دي بقى ونقول مفيش حاجة اسمها مستحيل. لو واحد شايف في نفسه عيب ومش عايز يغيره، أنا ما أقدرش أتكلم معاه. بس لو واحد شايف في نفسه عيب وعايز يغيره، هيعرف يغيره. قالوا في المثل زمان الفرنساوي: فولوار سي بوفوار. يعني ايه فولوار سي بوفوار؟ يعني الإرادة هي القدرة. لو أنا عايز أعمل حاجة هقدر أعملها. فالواحد في حاجة مش عاجباه في نفسه يقدر يتعلم ويغير الحاجة اللي مش عاجباه، أيا كانت الحاجة اللي مش عاجباه دي، بطرق كتير جدا، بطرق سهلة وطرق بسيطة، وفي طرق طويلة بتكسبه عادات جديدة. يبقى نرجع نقول إن البني آدم عشان يقدر يبتدي طريق النجاح لا ويعرف مميزاته، ويعرف هو متضايق من إيه في عيوبه وحابب إيه في عيوبه، عايز يغير إيه من عيوبه دي، وعايز يوصل بالعيب ده لميزة شكلها إيه. ما هو لازم عشان تبتدي طريق تعرف أوله وتعرف آخره. حتى في تغيير العيوب، انت لو عندك عيب لازم تعرف انت عايز تغيره لايه. ما انا عايز اغير عيب معين في عندي بس مش عارف عايز اوصل لايه، ما انا هبقى تايه، انا مش عارف اتعامل. انا لازم احط خطوة واتنين وتلاتة عشان اقدر اوصل للنهاية اللي انا عايزها. النهاية اللي انا عايزها هنا ان انا اغير عيب معين في حياتي او عيب معين في نفسي الى ميزة ترضيني. طيب، اما نتكلم في حاجة زي كده هنتكلم ان الواحد لازم مش بس يعرف نفسه، لا، وعشان يبتدي طريق النجاح وعشان يبتدي طريق التغيير في الحاجات اللي مش عاجباه، لازم يرضى بنفسه ولازم يحب نفسه بشكل معين انه يقدر يغير نفسه عشان يرضي نفسه. يبقى الواحد لازم يعرف نفسه، عيوبه، مميزاته، ويرضى بنفسه ويحب نفسه عشان يقدر يبتدي يتقدم. طب والمميزات؟ لو عندي ميزة أنا لازم أعرف الميزة دي هل هي مرضية تماما، ولا الميزة دي هي بس عبارة عن بذرة وأنا لازم أرويها وأنميها وأطورها عشان تقدر توصل لي إنها تبقى ميزة تنافسية. يبقى أول حاجة نبتدي بعد كده نعرفها هي شخصيتنا. لازم نعرف شخصيتنا وشخصية الناس اللي بنتعامل معاهم عشان نكمل الطريق. بعد ما نعرف نفسنا، عيوبنا ومميزاتنا، وإيه اللي عاجبنا في نفسنا وإيه اللي مش عاجبنا، وعايزين نغير إيه وعايزين يتغير لإيه، وإيه اللي عاجبنا وعايزين نطوره، هندرس بعد كده شخصياتنا وطريقة التمثيل في حياتنا، وإحنا بنتعامل إزاي مع نفسنا ومع غيرنا. انتظرونا في بداية الشخصيات.